غرفه صغيره شويه، وهنا في عندي عمود بارز. طبعا انا عندي مش هينفع احط السرير هنا كده، لان انا لو حطيته هيقفل معايا الغرفه كلها. احنا هنا في العبور الحي الثالث، الشقه دي غرفتين وصاله. طبعا هي العميل كان محتاج غرفه ثالثه، فهو هنا خد جزء من الريسبشن، الحته اللي على البلكونه من بره. الغرفه دي 32. ثواني كده ايه نشيك على مقاسها. الغرفه دي 32 في حوالي 3 متر ل 15. فالغرفه هنا هيعملها للولد، فهي غرفه صغيره شويه، وهنا في عندي عمود بارز. طبعا انا عندي مش هينفع احط السرير هنا كده، لان انا لو حطيته هيقفل معايا الغرفه كلها. فهنحطه على الجنب الطويل شويه، الجنب الاكبر هيكون السرير على الجنب اللي فيه العمود. طب انا هنا الجنب اللي فيه العمود لو انا حطيت عندي السرير هيكون دي ورا السرير فاضيه. فطبعا ستات البيوت دلوقتي لا، مش هتبقى الطف حاجه، وهي فعلا مش هتبقى الطف حاجه لما نخلي حته ورا السرير فاضيه. اولا اي حاجه هتقع تحت السرير انا مش هعرف اجيبها، وهنقعد بقى فتره كبيره لما نجيبها او نرحل السرير كله. فانا هنا هنبني الحته دي بارتفاع السرير متر، هنبنيها خالص ونقفلها تبقى ظهر السرير كله على الحيط مفيش مشكله. والحته دي انا بدل ما ابني الكتف كله، بدل ما ابني الحته ال 40 سم دي، هي 41 سم، بدل ما ابني الحته ال 41 سم دي للاخر وفوق مش هستغلها في حاجه، يا اما مثلا اعلق طابلو او اعملها ديكور او تجاليد او حاجه، لا هي عشان الغرفه صغيره فاحنا نستغل كل سنتيمتر فيها. فانا هبني هنا بارتفاع متر بحيث ان انا احط السرير بتاعي على ظهر الحيط، وفي نفس الوقت الحته دي هعملها زي نظام ارفف او ضرفه او مكتبه صغيره للولد وهو موجود في الغرفه. عندي برضو الدولاب هنا مش الطف حاجه، فانا عندي هنا الجزئيه دي بالظبط كام؟ الجزئيه دي بالظبط 90 سم. فدي هتتعمل تجاليد كلها، هتبقى زي نظام ضرفتين صغيرين تخزين سواء ملابس او اي حاجه تانية. هي طبعا عشان العمق بتاعها عالي شويه، العمق بتاعها متر، وطبعا العمق بتاع الدولاب بيبقى يكون 60 70 سم. فهي عشان انا اقف بره هنا واجيب اي حاجه من الدولاب من جوه، فاحنا مش هنطول ان احنا نجيب اللي جوه. فاحنا هنعملها بطريقه لطيفه كده شويه، وهنخترع لها تصميم يناسب برضو الاوضه، بحيث انها تكون ضرفتين تحت شماعه وفيها رف، واخر رف فوق تخزين للشنط السفر او الكلام ده كله. وعندي الجزئيه دي اللي هنا اللي جنب الشباك، الشباك طبعا هيكون جرار او ضرفه. هنا بقى احط تسريحه، احط مكتب صغير، المساحه ان شاء الله معايا هتكفي. وهنعمل لكم حاجه كده ايه في التصميم هتعجب ذوقكم كويس جدا يعني.